السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة اليوم إن شاء الله هي منسم ديال الحامض اللي كنحتاجوه للحلويات، للكيك، المهم لأي حاجة. أنا درت واحد الكمية وقلت علاش لي ما نشاركهاش معاكم. سهلة وفي متناول الجميع، شي حاجه اللي كنقدروا نعصروا الحامض ويمشي لينا. هذا اصلا ما كنديروش، ما كنستعملوش. محدود دابا الحامض واخا شويه غالي، ناخذ الحامض هذا الخضر هذا وناخذ الصفر. المهم كندير هذا في واحد المذاق زوين، واحد النكهه زوينه، وحتى هذا زوين، ولكن مهم عندهم مذاقات مختلفه. استسمح بالنسبه لهذا كيفاش الطريقه غادي نخدموا. كناخذوا سنيده الكميه اللي نتوما بغيتو، الكميه اللي بغيتو ديروها. الا كانت عندكم الكميه د الحامض كثيره تقدروا ديروا تزيدوا سنيده على هذا الشيء، تزيدوا واحد الكميه د سنيده وغنفرقها على جوج. هاد الاولى غندير فيها الحامض الخضر، وغادي نحتاج الحكاكه ضروري. المهم الحكان غنحكو فوق سنيده باش ما يطيرناش داك الزيت، داك الزيت الطياره اللي فيه ما طيرش. الا حكينا في شي بلاصه اخرى ما غاديش يعطي واحد النكهه اللي هي زوينه، بحال اللي كتمشي من داك الزيوت الطياره اللي فيه. المهم غادي نصوب ونكمل معكم. المهم فاش كنساليو من الحكان ديالو على حسب نتوما شنو بغيتو. حيت انا درت واحد الكميه كنجيبو كنخلطوه بهاد الطريقه هذه سنيده باش كيبقى زوين. فاش درت معكم هذاك اللي كيبقى في الكونجيلاتور، درت مركز الحامض وداك لو زيت اللي كيبقى لنا في الاخر كنديروه في الكونجيلاتور. دابا هذه عاوتاني طريقه كيبقى ناشف، ما كتحتاجيش ديريه لا في الكونجيلاتور لا والو. فوق ما بغيتي كتلقاه واجد عندك، بحال الفاني بحال. انا هذه الطريقه بغيت انا نشاركها معكم، نتمنى نفيدكم بها. وعاود دابا غادي ناخذوا الحامض الصفر وغادي نديروه بنفس الطريقه، نحكوه هنايا في هذا. نحاولوا ما ندخلوش لهذا البيض هذا، نحيدو غير هذا الفوقاني، سواء من الصفر او الخضر. وبنفس الطريقه عاود كنخلطوه مزيان وغنخليوه ينشف واحد اليومين حتى كنحسوا به ينشف باش ما يدعش لينا. كيف ما كتلاحظوا هنايا هو نشف لينا، كتسمعوا القرمشه ديالها، ما كياخذش الوقت بزاف. نتمنى ان الفكره تكون عجبتكم وترقكم نتوما وتطبقوها. انا اي حاجه عندي جديده كنبغي ماشي جديده، هي كانت قديمه غير انا نسيتها، كنبغي نوريها لكم حتى نتوما. يلا وشكرا لكم على التتبع ديالكم القناه المتواضعه. نتمنى انني نكون كنفيدكم، وشكرا لكم.